والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا كلام حول باب فضل الإسلام، ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشهوات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجاه أي البخاري ومسلم. وفي لفظ قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قال الشاهد: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وأن الواجب على العبد التمسك بالإسلام والحذر من سنن الجاهلية، فالعمل بالإسلام ولو قل هو الذي ينفع، ما تقدم معنا. قال: أما الاجتهاد في غير الإسلام وغير السنة يضر ولا ينفع، فالواجب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام والتقيد بدين الله والسير عليه في كل شيء إخلاصا لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، قال: باب وجوب الدخول في الإسلام، بعد أن بين رحمه الله تعالى في الباب الأول فضل الإسلام، يعني فضله من حيث هو على غيره من الأديان، فضل الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الأديان، وفضل أيضا أهله الذين يحملونه وهم خير الأمم، وأيضا فضله على من يحمله، بأن من حمل هذا الدين فإنه يؤجر أكثر من غيره ممن قبل من أهل الأديان التي قبل، كما مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود يعملون إلى نصف النهار على قيراط، استأجر رجل أجراء اليهود والنصارى يعملون من نصف النهار إلى العصر على قيراط، وهذه الأمة يعملون من بعد العصر إلى المغرب على قيراطين، أي لهم أجور مضاعفة وأجورهم كثيرة، كما تقدم معنا مثل ذلك ما أعطى الله عز وجل هذه الأمة ليلة القدر وأيام العشر من ذي الحجة، وصيام يوم عرفة، وصيام تاسوعاء، عاشوراء، صيام يوم عاشوراء، صيام يوم قبله ويوم بعده، صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية المقبلة، وغير ذلك من الأعمال اليسيرة، وتؤجر عليها هذه الأمة أجور كثيرة. ففضل الإسلام من حيث هو على غيره من الأديان أنه أفضل دين،
ومن حيث أن هذه الأمة عندما حملت دين الإسلام وتمسكت بدين الإسلام صارت خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن حيث أيضا أن أهل هذا الدين لهم مضاعفة الأجر وأعمال يسيرة ويؤجرون عليها بأجور كثيرة. فلما بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله فضل الإسلام، قد يتبادر إلى الذهن وقد يفهم البعض أن الدخول في دين الإسلام أن العبد مخير، لأنه قال فضل الإسلام، يعني هذه من باب الفضائل، إذا ما أريد أنا الفضائل لا أدخل في دين الإسلام، لا. ثم بين رحمه الله في هذا الباب أنه واجب الدخول في الإسلام، وليس العبد مخير، بل يجب عليه أن يدخل في دين الإسلام. إذا لم يدخل في دين الإسلام فهو من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن واجب الدخول في دين الإسلام، واجب الدخول في دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وليس هناك دين غير دين الإسلام. بعد مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين غير دين الإسلام، أي الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال أيضا ما ذكر المؤلف أن هذا صراطي مستقيما، فسر العلماء الصراط المستقيم بعدة تفاسير، فسروه بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفسروا بعضهم بالقرآن، فسروا بعضهم بالسنة، فسروا بعضهم بدين الإسلام، وجميع هذه التفاسير يشملها هذا صراط مستقيما، يشمل دين الإسلام والقرآن، لأن من تمسك بدين الإسلام لابد أن يأخذ بالقرآن وأن يأخذ بالسنة وأن يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أن يسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه. فإذن الصراط المستقيم يشمل هذه، يشمل دين الإسلام والقرآن والسنة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد هي البدع والشبهات، كما تقدم معنا في درس الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، قال هذا صراط المستقيم، وخط عن يمينه وعن يساره خطوط، وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليها. تقدم معنا الكلام حول حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود لا يقبل منه. وهنا فائدة ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ عند شرحه لهذا الحديث في هذا الكتاب، كتاب فضائل الإسلام، فضائل الإسلام. قال: جاء حديث عائشة بلفظين، اللفظ الأول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال لفظ من أحدث في أمرنا هذا، قال أي الذي يحدث ولم يعمل، أحدث بدعة في الدين وأحدث شيء ولم يعمل، فهذا مردود عليه، هذه البدعة مردودة على صاحبها. واللفظ الثاني: من عمل عملا وإن لم يحدث هذه البدعة، لكن عمل بهذه البدعة، أحدثها من قبله، جاء عمل بها ولم يحدثها، لم يأتي بها، يعني أنه هو الذي أتى بها أساسا، لا، إنما أتى بها من قبله فعملها، إذن فهذا عمله مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمحدث الذي يحدث، والذي يعمل المحدثة الذي يبتدع، والذي يعمل البدعة، الذي أحدث سواء عمل أو لم يعمل مردود، هذا الذي أحدث. والذي عمل سواء أحدث هذه البدعة أو أحدثها من قبله
فعمله مردود عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو ثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. نعم، فقول يعني شيخ الإسلام يعني عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة. قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة، والجاهلية على قسمين: جاهلية مطلقة وهي ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ولا يصلح ولا ينبغي أن يقال نحن الآن في جاهلية عامة كما أطلقها بعض يعني أهل البدع، كما يطلقها بعض أهل البدع، فيقول نحن الآن في جاهلية، بل قال بعضهم نحن الآن في جاهلية أسوأ من الجاهلية الأولى. هذا كلام باطل ومردود، لأن الجاهلية المطلقة انتهت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة موجودة في كل زمان، كيف يقال نحن الآن في جاهلية؟ أين هذه الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال وأنها ستكون موجودة في كل زمان إلى قيام الساعة؟ فقوله جاهلية مطلقة هذا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. هذا يرد هذا الحديث بقوله نحن الآن في جاهلية مطلقة. هذا خطأ، لكن قد تكون هناك جاهلية في مكان، في شخص دون شخص. أما جاهلية عامة لا، أما جاهلية مطلقة لا. قد تكون في وقت وفي مكان خاص، ليس في وقت كل الناس، لا، قد تكون في وقت في مكان خاص، أو في شخص عنده جاهلية يعمل بسنن الجاهلية وبطريق يعني بعمل أهل الجاهلية. وقبل ذلك يعني حديث ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمة محمد يدخلون الجنة إلا من أبى. كيف أحد يأبى؟ قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ هل أحد ما يريد يدخل الجنة يقول أنا لا أريد أن أدخل الجنة؟ إلا هذا يعني ملحد أو يعني كافر. أما أهل الإسلام كلهم يريدون يدخلون الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبى أن يدخل الجنة. والمراد بالدخول دخول الجنة كما هو يعني معلوم على يعني قسمين: دخول أولي ودخول يعني بعد العذاب. فالمراد بهنا من أبى أي لا يدخلون الجنة دخولا أوليا: أهل الإسلام المسلمون الذين يعملون المعاصي مآلهم الموحدون إلى الجنة، لكن قد يعذبهم الله عز وجل، يعذبهم الله عز وجل، ثم بعد ذلك مآلهم إلى الجنة. اخرجوا من قال لا إله إلا الله، اخرجوا من في قلبه مثقال ذرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأمر الله عز وجل الملائكة أن يخرجوا من في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني أنهم يدخلون النار أولا، ثم بعد ذلك يعني يكون مآلهم إلى الجنة. قال: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. تعليق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: قال: معنى استقيموا يعني على الطريق، والقراء يعني العلماء وطلبة العلم. يطلق على القراء
القراء يطلق على العلماء وعلى طلبة العلم. ليس القراء فقط الذين يعني يقرؤون القرآن فقط وليس عندهم علوم أخرى، لا، المراد بهم يعني العلماء وطلبة العلم، لأنهم يهتمون بالقراءة أيضا، بقراءة القرآن، فهو أصل الدين. ويعني لا يؤخذ هذا العلم إلا من القرآن ومن السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فمعنى القراء كما ذكر الشيخ ابن باز يعني العلماء وطلبة العلم. قال: أي استقيموا على دين الله، فإذا استقام العبد فقد سبق سبقا بعيدا، أي في الخير ونال الأجور العظيمة. هؤلاء هم قراء إذا استقاموا، يعني هم علماء وطلبة العلم لهم أجور كثيرة، لأنهم سبب لهداية كثير من الناس وبيان الحق، مسؤولية طلب العلم ويعني الدعوة إلى الله عز وجل. هذه من أشرف الأمور أن يكون العبد طالبا للعلم وداعيا إلى الله عز وجل. فإذا استقام طالب العلم على الدين الصحيح، على منهج النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومستقيم على الصراط المستقيم، ومع ذلك طالب متفقه في دين الله عز وجل، وأيضا يعني يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهو يعني عالم. فالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يعني أجور كبيرة. هذا إذا استقام كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ضل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عنده علم، هذا ما ينفعه، يكون وبالا عليه، يكون حجة عليه لا حجة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا: والقرآن حجة لك إن أنت عملت به واستقمت على الصراط المستقيم، أو حجة عليك إن أنت لم تعمل به وضللت عن الصراط المستقيم واتبعت السبل. قال: وإن حاد أي انحرف يمينا أو شمالا فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، لأنه ضل عن علم، كان عنده علم أن الصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصراط المستقيم يؤخذ من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، عنده علم، لكنه ضل. يقرأ ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه خط عن يمين الخط وعن يساره خطوطا، وقال: هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليها. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعلم هذا ثم ضل، هذا أبعد، هذا يكون قد أبعد، ضل ضلالا بعيدا، فإثمه أكبر من الذي ليس عنده علم. قال: فالواجب التمسك بما شرعه الله والحذر مما ذم الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أي هذا في بيان من جاء النهي، من جاء بشيء يعني جديد في دين الله عز وجل، ومن أحدث شيء لم يأتي في القرآن ولا في السنة، فكأنه شرع مع الله عز وجل، كأنه جعل نفسه شريك مع الله عز وجل في التشريع، في باب التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: فكن على الطريق ولو مقتصدا مع الأبرار المقتصدين، خير من أن تسلك الطرق المنحرفة عن الهدى
لأنها يعني الكلام لا يستقيم. فكن على الطريق ولو مقتصدا مع الأبرار المقتصدين خير من أن يسلك الطرق المنحرفة عن الهدى. فلو كان يستقيم الكلام، ويعني لو كان على الطريق ولو مقتصدا، باب يعني الخبر وليس من باب الأمر، لأنه قال لأنها تضله، أي تضل من كان من سلك الطرق المنحرفة. قال خير من أن يسلك الطرق المنحرفة عن الهدى، لأنها أي الطرق المنحرفة تضله وتبعده عن الله عز وجل. بل صاحب الهدى وإن ظلم نفسه ببعض المعاصي فهو على طريق النجاة. نعم، صاحب الهدى الذي هو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وإن ظلم نفسه ببعض المعاصي لا يخلو العبد من فعل المعاصي، بل ومن الوقوع في الكبائر. المتقون الذين أعد الله عز وجل لهم جنة النعيم، قال الله عز وجل ماذا قال الله فيهم؟ والذين إذا فعلوا في وصفهم فاحشة، يعني ما استفحش أي ما كان كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي أنه لا يخلو العبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله عز وجل لهم. لكن الواجب على العبد أن يستغفر، فلا أحد يسلم من الوقوع في المعاصي. لكن إن كان على الطريق متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولو فعل المعاصي ولو ظلم نفسه بالمعاصي فهو على طريق النجاة، على طريق النجاة، لأن هذا هو الصراط المستقيم. لكن من سار على غير الإسلام قال وابتغى في الإسلام سنة جاهلية فهو في طريق الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سبيل شيطان يدعو إليها. وجاء في حديث آخر على كل طريق شيطان، أو بمعنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها، فمن أجابهم قذفوه إلى النار، يقذفوه إلى النار. هذه الطرق توصل إلى النار، وعلى كل طريق شيطان، فمن أجابهم إليها أي إلى هذه الطريق قذفوه إلى النار والعياذ بالله. قال نسأل الله العافية والسلامة. قال المؤلف عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، الحلق يعني الذكر، حلق العلم، فذكره أي مثل يعني ما ذكر حذيفة، مثل ما ذكر حذيفة. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول هذا القول وهو أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء أو من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنقص العلماء شر، لأن وجود العلماء أمان للأمة، أمان للناس، يبينون لهم طريق الصواب ويأمرونهم بسلوك طريق الصواب، ويبينون للناس الطريق الخطأ ويحذرونهم من السلوك. أما إذا لم يكن هناك علماء فالناس الجهال يعني يسلكون الطريق ويظنون أنهم على حق وهم على باطل. ويعني مثال ذلك ما حدث في قوم نوح، الشرك أول ما حدث في الأرض بسبب الصور، صح؟ صوروا، جاء الشيطان، مات يعني الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فجاء الشيطان إلى أقوامهم قال يعني اجعلوا لهم صور على في مكانهم التي كانوا يجلسون فيها، وإذا رأيتموهم سوف
تتشجعون، يعني عندكم اجتهاد للعبادة وللعمل، فصوروهم. فلما مات هؤلاء علماء يعرفون أن الشرك لا يجوز، وأن هؤلاء خلق من خلق الله، لا يجوز أن ندعوهم وأن نعبدهم، إنما صوروا هذه الصور من أجل إذا رأوهم يجتهدوا في العبادة فقط. لكن بعد أن ذهب هؤلاء العلماء جاء من بعدهم ما يعرفون أن عبادة غير الله شرك، وأن دعوة هؤلاء شرك. حتى قال ابن عباس: حتى إذا مات أولئك ونسي العلم عبدت. جاء الشيطان وقال لهم: إن هؤلاء آباءكم كانوا يعبدونهم. فلذلك الجهال يتبعون كل ناعق، كل من يصيح يتبعه الجهال. صح، كثير من الناس الآن تجد الجهل منتشر. إذا ظهر رجل في يوم وليلة وقال خاصة في هذه في وسائل التواصل، في وسائل الإعلام، يظهر نفسه بأنه عالم، ويأتي بأقوال ويأتي بكلام بعواطف الناس مباشرة، هذا ما شاء الله، ويأخذ بهم ذات اليمين أو ذات الشمال. وما أكثر الناس الذين ضلوا بسبب الجهل، وهذا شر. إذا انتشر الجهل وقل العلم حصلت الشرور، كثرت الشرور وقل الخير، كثرت الشرور وقل الخير. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.